نرجع بقى للاخبار الحلوه. صوره بعنوان الاهلي يحكم. الاهلي بيحكم ايه؟ نسيبنا بقى من موضوع خروج بقى مصر من كاس العالم، ونسيبنا من خروج من العشر دقايق الاخرانيين في كاس العالم قدام الارجنتين، ونسيبنا بقى ونتخطى بقى ونشوف بقى هنعمل ايه في اللي جاي. الاهلي يحكم. الاهلي بيحكم ايه؟ الاهلي بيحكم افريقيا. الاهلي هيدخل افريقيا اللي جايه. افريقيا ملهاش طعم من غير الاهلي. طبعا انتوا شفتوا الاهلي لما خرجوا ما لعبش النهائي، المشاهدات اصلا تحت وكل حاجه تحت وكل حاجه زفت. الاهلي حاجه تانية. الاهلي لما يبقى موجود في منافسه وفي بطوله بيعمل لها شكل وبيعمل لها قيمه، زي ما الفيفا عايزه ناس معينه هي اللي تبقى موجوده في نهائي كاس العالم. برضه عندنا المهندس هاني أبو ريدة طلب من الكاف انه يزود عدد الفرق اللي هتلعب في الكونفدرالية وفي دوري ابطال افريقيا، وده حقنا. ما نزود، مصر فيها كورة، مصر فيها فرق فيها كورة، ما نزود فرقتين ثلاثة، ايه المشكلة يعني؟ اشمعنى انجلترا مزودة؟ اشمعنى اسبانيا مزودة؟ اشمعنى المانيا مزودة؟ ما نزود. هم احسن مننا في حاجة؟ ما هماش احسن مننا في حاجة. لايك وشير وصلي على النبي في الكومنتات، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك للقناه عشان تشوف كل اللي جاي وكل اللي جاي جديد ان شاء الله. ومساهمتك بلايك في الفيديو ده هيخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وخبر جديد لسه طازه ان الاهلي هينضم لدوري ابطال افريقيا اللي جاي، والحقيقه هي اقوى منافسه موجوده. انا ما بتفرجش على الاهلي في الدوري وبتفرج على الزمالك في الدوري، انا بتفرج عليهم في دوري ابطال افريقيا بس، المنافسه اللي تستحق المشاهده. ليه بقى؟ لان بيبقى فيها اداء عالي، بنجيب احسن فريق في تونس، احسن فريق في جنوب افريقيا، احسن فريق في المغرب مع احسن فريق في مصر، وبيقابلوا بعض. الفرق بتبقى قويه، بتبقى مسابقه قويه طبعا، زيها زي دوري ابطال اوروبا. الناس ما بتتفرجش على الدوريات الاوروبيه قد ما بتتفرج على دوري ابطال اوروبا اللي فيه ريال مدريد وبرشلونه واليوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل واستون فيلا وبايرن ميونخ وطبعا نسينا طبعا باريس سان جيرمان. فرق كتير بتتفرجوا عليها، يعني منافسه مجمعه وبتتفرج عليها. يعني انت بدل ما تتفرج على ماتش الباريس مع ليون وتتفرج على ماتش مع ليفربول مع مش عارف مع نيوكاسل ولا بيرلي، هتفرج عليه في ماتش مهم وماتش جميل. ادي كل الموضوع، ان دوري الابطال بتاع القاره بيبقى اهم منافسه واهم بطوله واهم مسابقه موجوده. فطبعا لما الاهلي هيلعب افريقيا اللي جايه، فالاهلي هيلعب كاس عالم الانديه اللي جاي، ولاعيبه الاهلي تستحق انها تلعب كاس عالم الانديه اللي جاي. بصراحه الرجاله عامله شغل عالي جدا في كاس العالم للمنتخبات، واديكم شفتوا بنفسكم لعيبه الاهلي عملت ايه. امام عاشور واخد رقم 1 وبيلعب في الاهلي، تريزيجيه واخد رقم 4 وبيلعب في الاهلي، عندكم محمد صلاح وهيثم حسن اللي بيلعبوا في اوروبا ما خدوش رقم 1. امام عاشور رقم 1 جايب جونين. شوفوا بقى المسباص بتاعه، شوفوا قطع الكرات بتاعته، شوفوا كم مثلا كم باصه صحيحه، كم تعدي صحيح، كان بيرقص في اللعيبه، ده كم مقطع منتخب الارجنتين. نجم يعني هيثم حسن وامام عاشور، لو الاثنين ما تصابوش ماتش الارجنتين احنا كنا خلصنا الماتش. لكن هي بقى كده ظروفنا كده والحمد لله. لكن بالنسبه للاهلي، فالاهلي ان يبقى موجود في افريقيا، فاحنا عاوزين الاهلي يبقى موجود في افريقيا، واحنا يعني هنتخطى اللي فات، يعني هننسى العشر دقايق بتوع الارجنتين. احنا حاجتين اتنين عايزينهم دلوقتي: افريقيا 2027 افريقيا 2028. هتقول لي ايه 27 و28؟ يعني مش بقى كل 4 سنين؟ هقول لك ان المسابقه دي افريقيا بقت النسختين هتتلعب مره في 2027 ومره في 2028، وبعد كده هتبقى كل 4 سنين. فرصه جميله جدا يا محمد يا صلاح انك تجيب لك بطوله للمنتخب وتتحط في السجل الشرفي بتاعك والسي في بتاعك عالميا. بطولتين 2 ورا بعض وانت بتخلص كوره. اعمل زي ميسي يا اخي، ما خدش بطوله مع المنتخب واخر 4 سنين مع المنتخب خرب الدنيا، خرب الدنيا بامانه. فديا استغل بقى الجيل اللي معاك والعب جايز تاخد بطوله يا اخي.
يعني كفايه بقى نعدي النهائي بتاع 2016 والنهائي بتاع 21. هنعد ايه ولا ايه؟ وخرجنا من السنغال في كاس العالم، وخرجنا من الارجنتين في كاس العالم. يعني حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي عديناها. زعل 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 زعل. عايزين بطولات بقى، عايزين بطولات. يعني النادي الاهلي الوحيد اللي عمال ياخد بطولات، عايزين منتخب ياخد بطولات بقى. وعندك بقى حسام عبد المجيد جاي له عرض جميل جدا بقى من بلغاريا، والناس عماله تمنشن وتقول لك كوبري ومش كوبري عشان يرجع يعني الاهلي يعني. طب ما يا ريت، يا ريت يجي الاهلي. هو الاهلي لما بيروح يلعب في كاس العالم للانديه مش شرف لمصر كلها؟ يعني لما لعبنا ماتش عالمي قدام بورتو ما كانش شرف لمصر كلها؟ لما كان مصر بحالها صحي تتفرج على الماتش وكانت عايزه الاهلي يفوز في الماتش ده.